بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف اليومي لمديرية مرور محافظة ديالى يوم الأحد الموافق 8 من شهر آذار لعام 2026. حركة السير والمرور حركة طبيعية مع وجود بعض الكثافات البسيطة وبالأخص في مركز المحافظة. مفارزنا باشرت بواجباتها الاعتيادية منذ ساعات الصباح الأولى في كافة أقضية ونواحي المحافظة. القطوعات لا توجد. الحوادث للأسف سجلنا صباح هذا اليوم حادث انقلاب مركبة نتيجة السرعة الزائدة وانحراف المركبة، مما أدى إلى عدم السيطرة عليها وانقلابها، وأسفر ذلك عن وفاة سائقها وإصابة 3 آخرين بجروح. الطقس مشمس ودرجة رؤية جيدة جدا. مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة مستمر للمراجعين بواقع وجبتين صباحية ومسائية لنقل ملكية المركبات والدراجات وتسجيلها، وأيضا لمنح وتجديد إجازات السياقة. الوصايا والإرشادات التي نؤكد عليها يوميا هي الالتزام بالقوانين والأنظمة، وبالأخص الابتعاد عن قيادة المركبات بسرعة تزيد عن الذي حدده القانون سواء داخل المدن أو خارجها، وكذلك يجب ربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة أو الحديث مع الركاب، وضرورة التأكد من شروط المتانة والأمان في المركبات، والإلمام بأسبقيات المرور للحفاظ على أرواح وممتلكات الجميع.